وفاة محمد عبد الحميد والد الفنان أحمد عبد الحميد تثير حزناً واسعاً في الوسط الفني. لكن قبل ذلك لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة فضلاً وليس أمراً. أعلن الفنان أحمد عبد الحميد صباح اليوم الثلاثاء عن وفاة والده المكيير الشهير محمد عبد الحميد عبد الرحيم حفني بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة تدهورت حالته ونقل على إثرها إلى المستشفى قبل أيام حتى وافته المنية إلى رحمة الله. الراحل محمد عبد الحميد كان من أبرز خبراء المكياج في السينما والتلفزيون المصرية، وترك بصمة واضحة في عالم صناعة المظاهر الفنية على مدى أكثر من 3 عقود. شارك في تجهيز مكياج شخصيات كثيرة في أعمال مهمة مثل كابوريا، زوجة رجل مهم، الإرهاب، ألف ليلة وليلة، ضمير أبلة حكمة، وآيس كريم في جليم، ما أكسبه تقديراً واحترام زملائه في الوسط الفني. الفنان أحمد عبد الحميد نعى والده بكلمات مؤثرة عبر صفحته الرسمية، مستشهداً بآيات من القرآن الكريم: ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، توفي إلى رحمة الله والدي الحاج المغفور له بإذن الله، وطلب من الجمهور الدعاء له بالرحمة والمغفرة. ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وسط حضور الأهل والأصدقاء لتوديع الفقيد. رحيل محمد عبد الحميد يمثل خسارة كبيرة للوسط الفني، فهو لم يكن مجرد خبير مكياج، بل صانع تفاصيل كثيرة عبر أعمال تركت أثراً في الدراما والسينما المصرية. نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته خاصة الفنان أحمد عبد الحميد الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.